سلام سلام، كي راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا غاية وانتم تشوفوا في الفيديو نتاع نهار اليوم جيت نشارك معكم هذا الطبق اللي يجي بزاف بنين، اللي هو بولات تاع الدجاج مع مرقه بيضاء بطراف تاع الدجاج. وهذا الطبق رايح يكون اول طبق مقترح للسلسله الرمضانيه اللي راني موجدتها لكم. اول حاجه ديروا لايك للفيديو، اللي ماهيش دايره ابوني ديري ابوني، فعلي الجرس هكا باش يوصلك كل جديد، وكنحط السلسله المتبقيه هكا تطلع عندك. وهنا كملاحظه كبروا الشاشه هكا باش تتفرجوا يعني بشاشه كبيره وتكون بشكل طولي. نروحوا للوصفه وطريقه التحضير نتاعها. اول حاجه هنا مباشره في كيكوطه كنت درت الطرف تاع الدجاج كيما تنجموا ديروا غير طرف واحد. انا هنا كنت زدت عليهم شويه نتاع الزيت مع شويه نتاع المارغرين. بالنسبه للزيبيس كنت درت غير شويه نتاع حرور مع شويه فقط نتاع كمون وكميه من الملح، بالاضافه الى 5 سنات نتاع ثوم. ويستحسن الفصوص يكونوا شويه متوسطين. نقلوهم غايه في رحبه شوفوا. وهنا كي تقلوهم ما تخلوش الثوم تاعكم ينحرق. نزيدوا عليهم حبه نتاع بصل مع كميه نتاع الحمص. انا درت حبه تاع بصل تكون شويه فوق المتوسطه هكا باش البلا تاعنا تجي فيه هذيك المرقه، باسكو حنا الدار يبغوا المرقه. نخلوهم كيما هكا غايه في رحبه حتى نشوفوا بلي هذيك البصله دابت وتكرملت معنا. وهنا شوفوا السر البنة نتاع الماكلة تاعكم اللي هو تخليه من تخلوا الماكلة تاعكم غاية وتعطوها وقتها، الماكلة تاعكم تجيكم مجمرة وتجيكم بزاف بنينة. هنا بعد ما كنت قليتهم غاية كيما شفتوه كنت مرقت بالماء اللي يكون سخون. هنا ما تمرقوش بالماء اللي يكون بارد، مرقوا بالماء اللي يكون حامي. بعد ما نشوفوهم غليوا في رحبة غاية كيما هكا تبلعوا عليهم الكيكوطة، تخلوهم حوالي 20 حتى 25 دقيقة ميمبا على حساب الكيكوطة تاعكم على نار تكون متوسطة. كنت بلعت هذيك الكيكوطة ومن جهة أخرى نروح نحضروا كرية الدجاج ولا ليبولات نتاع الدجاج. هنا في ريسيبيون عندي نص صدر تاع الدجاج كنت زدت عليه حوالي نص حبة نتاع بصل تكون شوية صغيرة. نزيدوا عليهم 5 فصوص نتاع توم يكونوا مبشورين ويكونوا شويه كبار. زدت عليهم تاني كميه نتاع المعدنوس اللي كنت قطعتها رقيقه كيما هكا. نزيدوا عليهم تاني لي زيبيس، انا كنت درت شويه نتاع الحرور شويه نتاع الكمون، غير شويه فقط الكمون ما تكتروش، مع شويه نتاع توابل الدجاج اللي هو كيري الدجاج، الملح، وثاني صفر حبه بيض زائد 2 مغارف كبار نتاع لا شابلور. وفي حال شفتي انه خاصينهم ولا خاصهم لي زيبيس عادي نجمي تزيدي سواء لي بولات ولا حتى الكيكوطه نتاعك. انا كنت درت تقريبا مغرف صغيره نتاع الملح تكون ممسوحه ما تكونش بومبي. خلطتهم كيما هكا، خلطتهم غايه في رحبه بسباتول. انا ما نكتبش عليكم من ما يكونش عندي ليغو ما نعرفش نخدم بلا بيه. وهذا هو القوام اللي كنت تحصلت عليه. راح يجيكم شويه طري، على هذه خاصكم ديروا شويه نتاع الزيت في يديكم عادك باش ديروا لي بولات ولا تصنعوا لي بولات نتاعكم باش لافاغس هذيك ما تلصق لكمش في يديكم، الخدمه نتاعها تجيكم سهله. انا كنت درت شويه تاع الزيت وكورت الكويرات تاعي بهذه الطريقه، والحجم اكيد نتوما اللي تتحكموا فيه. تبغوا ديروهم كبار ديروهم كبار، تبغوا ديروهم صغار ديروهم صغار. انا درتهم حجم متوسط وزنتهم حوالي 25 غرام. هذه هي الكميه اللي كنت ولا اللي كانت خرجتها لي. ودروك غادي نرمدهم في الفارينه باسكو انا رايحه نقليهم قبل ما نديرهم في المرقه نتاعي. نتوما تنجموا تطلقوهم ديريكتومون في المرقه هكا راكم رايحين تتحصلوا على متوم بالدجاج. وميم تاني يجيكم بزاف شباب كيما تنجموا تقليوهم كيما قليتهم انا. هذه هي النقطه اللي مبدلتها في هذا البلا هذا مكان. وهنا بعد ما كملتهم كنت رحت قليتهم كيما راكم تشوفوا في زيت تكون سخونه. نقلوهم عادي كي يحمروا من ديك الجهه نقلبوهم للجهه الاخرى حتى يحمروا لنا غايه. وبعد ما نقلوهم نروحوا نديرهم في بابي ابسوربو يتشربوا لنا شويه هذيك الزيت الزايده. جايه واحده اخرى كنت قلعت الكيكوطه تاعي كيما راكم تشوفوا المرقه تاعي راهي طايبه والدجاج تاعي طاب. وهنا كان ملاحظه شوفوا انا توجور في هذا البلا من نديره نقلع هذاك الدجاج نسيباريه على المرقه ونديره في سني ونديره يتحمر من فوق، يعني نشعلوا له الكويزينير من فوقه ونخلوه يتحمر. بعد عادك نرجعه للمرقه باش عادك ندير فوقه لي بولات. هنا ما كانش عندي الوقت فقط خليته كيما هكا. نتوما من الاحسن تقلعوا الدجاج تاعكم تحمروه شويه عادك تردوه للمرقه ومن بعد ديروا لي بولات نتاعكم فوق هذاك الدجاج كيما هكا. كيما كنتو شفتوا في لا فيديو جبت هذوك لي بولات نتاع الدجاج ودرتهم فوق هذيك المرقه وفوق هذيك الدجاج. ودربك نجيب شويه نتاع المعدنوس اللي كنت مقطعتها شويه دقيقه ونديرها بهذا الطريقه والبلا تاعنا راه واجد. وبالنسبه للبنه نتاع هاد البلا جا قنبله في البنه نتاعه. جربوا الوصفه على بالي بلي غادي تعجبكم وخلوا لي ارائكم في التعليقات. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم ونتلاقاو في وصفات واحده اخرين. باي باي.